مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بكم. مساء الخير مشاهدينا الكرام وفي قناة التونسية. مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج عندي ما نقول لك. نحب نحيي السادة المشاهدين والجمهور الحاضر معنا هذا المساء، تحية كبيرة لهم. للمشاركة في برنامج عندي ما نقول لك بإمكانكم التواصل معنا بالاتصال على الرقم 28 835 ألف أو على شبكة التواصل الاجتماعي في فيسبوك. رقم الفاكس 71 940 260 أو القدوم إلى مقر مؤسسة كاكتوس قناة التونسية 26 نهج المعمل الشرقية 2. نعملوا طلة مباشرة مع زميلة سارة زقيرة. مساء الخير سارة. رقم الفاكس 71 940 260 أو القدوم إلى مقر مؤسسة كاكتوس قناة التونسية 26 نهج المعمل الشرقية 2. نعملوا طلة مباشرة مع زميلة سارة زقيرة. مساء الخير سارة. مساء الخير. مساء الخير. ضيوفك حاضرين سارة؟ كل شيء تمام؟ بالطبيعة حاضرين عليه. مرحبا بك لله ومرحبا بضيوفك في الاستوديو الفرعي الثاني. أنا ضيوفي حاضرين. طبعا قبل ما نبداو الحوصلة الحكايات اللي باش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقول لك، تتذكروا معنا الأسبوع الفارط يوم 19 ديسمبر نهار الخميس اللي فات تعداو بحذانا سوسن ومحجوب في الحكاية اللي تفرجتوا فيها نهارتها، اللي جات سوسن مستدعية رجلها طالبة منه أنهم يرجعوا لبعضهم وتفتح الستار ما بيناتهم. حبيت نشكر السادة المشاهدين على تفاعلهم الكبير وعلى بالفعل معناتها أثبتوا التوانسة من خلال كلمة بسيطة قلنا أنه التوانسة رام قلبهم رحيم وقلبهم باهي وقلبهم كبير، وأثبتوا التوانسة في العديد من المناسبات أنه قلبهم كبير وقلبهم رحيم وأنهم يعاونوا أخوهم التونسي وقت اللي يبدأ في محنة، رغم أنه هدف سوسن ومحجوب مع عمرهم ما كانوا جايين مادين يديهم ولا يطلبوا. هذا قلناه منذ اللحظة الأولى وقت اللي جاوا بحذانا، لكن قلب التوانسة الكبير أكبر برشا من فكرة أنه واحد باش يطلب ولا باش يمد يديه، وكان مد تضامني رهيب. أنا ما عمري مريت بالحق، وعندي 6 سنين في برنامج عندي ما نقول لك، ما عمري مريت التوانسة تفاعلوا بطريقة كبيرة جدا 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 مع سوسن ومحجوب، وهاكم باش تشاهدوهم على الصورة وجبناهم اليوم بصفة استثنائية في برنامج عندي ما نقول لك، حتى نقول لهم شنو هو اللي صار في حكايتهم، لأنه الأسبوع القادم باش نعطيكم حوصلة كاملة على نتائج الحكايه نتاعهم وين وصلت بالضبط، وهالمد التضامني نتاع التوانسه اللي قدموا لهم مش هدايا ومش ما اتوا نحكي لكم من بعد بالتفاصيل. تحيه كبيره لسوسن ومحجوب. مرحبا بك سوسن، مرحبا بك محجوب. حكايتكم اثرت برشا في التوانسه ونحب نقول لكم شنو اللي صار بالضبط. بتتر باش نبطاو شويه في ان نقول لكم شنو عملنا، خاطر قاعدين نجمعوا لكم في برشا حاجات. على كل التوانسه كما قلت قلبهم كبير، فما تونسي واحد تونسي والفضل راهو هذه الكل ما يرجعش البرنامج عندي ما نقول لك. احنا ما عملنا حتى شيء، لا سي محجوب، احنا ما عملنا حتى شيء. يرحم والديك. التوانسه هما اللي عملوا بقلبهم الكبير وبحبهم لاخواتهم التوانسه. وتعرف التونسي توانسة اون جينيرال شعب عظيم بالحق، شعب كبير، شعب عظيم جدا جدا جدا، يترمى على اخوه التونسي في السراء والضراء. اي سيدي شد عندك انت مشكلتك في الدنيا شنو هي؟ خدمه. فما مواطن تونسي بروموتور تفرج فيك، جاء قال سي محجوب باش نخدمه ومرسم وكونترات ونصب عليه سنة اساس ونعمل له كل شيء ونعطيه شهريه 500 دينار شهريا، تخدم تخزر هكا. فما تلفزه فيها 6 اكرانات انت باش تشوفهم وتحس عليهم لمده 6 سوايع على 24 ساعه وتاخذ 500 دينار. نخدم ساعه. هذه واحده. الله فيك. باهي، عندك مشكله نتاع السكنه ونتاع واحد، السيد هذا باش يسكنك في دار، باش ياثثها لك بيت نو، تلفزه، فريجيدير، غاز، ما عندكش مشكله في دوش، ما عندكش دار كامله، استوديو كامل بشكل وليد يتربى في عزكم ويتربى في ظروف باهيه، والاستوديو هذايا شوفيه وكليماتيزي امور واضحه ما في حتى اشكال، وما تدفعوا ولا مليم. الله فيك. حتى مليم. باهي اون بلوس ماناش باش نكتفيو بهذايا، كان تشوفوا التوانسه اللي جاونا والكادوات اللي جابوهم لكم تكذب العين ومرات
لله لك مستحقها، لا باش تشرب لا باش تاكل لا باش تلبس، كل شيء باش يوصلك وتو يجيك هدايا عينيه واللي تتصوروا في بالك الكل. هاتو نجيبه لكم، نعبي لكم كميونه كامله ونجيبها لكم حتىش للدار باثاث الدار وبكل شيء. تدخلوا تمدوا سويقاتكم وتاخذوا 500 دينار في الشهر واكلين شاربين وما عندكم حتى مشكله. اكثر من هكا لا مش انا، يرحم والدين يرحم. لا والله لا اسمعني انت كان عيني باش نخليك تشكرني راني خليك تشكرني. انا ما نحبكش تشكرني. علاش ما نحبش نخليك تشكرني؟ على خاطر مش احنا اللي عملنا هذا، احنا ما معطينا شيء، ما مدينا شيء. الناس طلبونا، قعدنا اسبوع ولا 10 ايام واحنا نجمعوا في لي زوفر هذوما وفي لي دون هذوما باش نقدموهم لكم ونجيبوهم لكم. لا عملنا مزيه ولا عملنا حتى شيء. كان تحبوا تشكروا قولوا يا خويا التونسي بارك الله فيك ويعطيك الصحه وعيشك يا خويا التونسي. نشكرهم. سيتو داكوردو. ربي تستر يا سيدي. مرحبا بكم. الاسبوع القادم تو تشوفوا روبورتاج كامل باش نجيو نهزوكم احنا ونصوروا هالعمليه هذه الكل ونوريو للناس الكل هاو التوانسه واخواتكم التوانسه شنو قدموا لزوز شباب توانسه باهيين مازالوا كي حطوا سقيهم في الدنيا وعندهم بيبي، وان شاء الله يعيشوا مستورين ويعيشوا في ستره وفي نعم. داكوردو. مرحبا بكم يا سيدي، ما فما حتى اشكال. وتحيه كبيره لسوسن ومحزن. شكرا لك. مرحبا بك محزن. الجمعه الجايه ان شاء الله. مدام الجمعه الجايه. حوصله للحكايات اللي باش تتعدى الليله في برنامج عندي ما نقول لك. مشاهده طيبه للجميع. الليلة في عندي ما نقولك باش نكملوا حكاية عواطف اللي بسبب تشوه خلقي في البكارة لقات روحها مطلقة ومطعونة في شرفها. يعني عشت علاقة جنسية لأول مرة في حياتي مع راجلي لمرتين حاولنا فما حتى شيء. يعني فما شيء، بقيت ما أنا مصدومة. هو يسأل فيه يقول لي كيف هي الحكاية، أحكي لي يعني صار حين نستر عليك. أنا شكون باش نتهم؟ ما عندي حتى، ما غلطتش في حياتي. في ليلتها خرجت. في ليلتها خرجت في الطريق. انا نمشي في الطريق. شو ما انت خرجك من الدار قال لك اخرج عليا؟ بس دابش كل شيء قال لي اخرجي فما حاكم وكل شيء ونحبس حقي بالقانون. قلت لهم تعدى على طبيب شرعي اعرفوا الحقيقه ومن بعد اللي في بالكم اعملوا، احكموا عليا باللي تحب. برنامج عندي ما نقولك اتصل باخصائي امراض نساء وتوليد الدكتور صالح المرغلي اللي فسر الحاله هذه ومدى انتشارها. كما قلنا فما عده انواع نتاع البكاره هذه. فما الغشاء والبكاره هذه اللي تسمى الفيرجينيتي ولا الايمان بالفرنسيه. فما بكاره رهيفه، فما بكاره خشينه، فما بكاره تسمى مطاطيه، والانواع موجودين حتى بالفرنسيه هذوما اللي يتسموا ليزيمان الاستيك اي كومبليزون. ايش معنى هذوما؟ معناه هذو ينجم يقع الاتصال الجنسي من غير ما يهبط الدم، وهذا يتسبب في برشا اشكاليه للبنات منهم هذه الكعب تاعها هذه. ودونك هوني ما يهبطش الدم وتقعد البنيه فيارج البكاره نتاعها موجوده حتى الفين تنجم تولد. تجي نهار الايامات اللي باش تولد ونشوفوا اللي البكاره نتاعها موجوده ما تقطعتش. وفما اللي يبدا بالعكس الغشاء قوي وخشين، المراه تولي تنزف حتى بالدم ساعات حتى يقع نزيف. دونك هذا اختلاف في نوعيه البكاره عند المراه كما اي عضو في البدن مختلف من واحد لواحد. فوالا هذا ايش حبيت نقول بالنسبه للكا هذا. انا نتصور وحسب اعتقادي وحسب قراءه التقارير اللي البنيه هذه ما عندها حتى شيء تجي من النوع اللي البكاره هذا يتسمى مطاطيه كومبليزون، نجم تعمل اتصال جنسي كامل ومن غير ما يهبط لها الدم. نجم اي بنيه البكاره نتاعها موجوده وتحبل، ونجموا حتى نحيو نعملوا كيرتاج ولا فورتمون وتقعد البكاره نتاعها موجوده وليله عرسها يهبط عليها الدم. فهمتني؟ وفما انواع اللي عمره ما مسها حد والبكاره نتاعها موجوده وما يهبطش عليها الدم ليله العرس نتاعها. نزيدك اكثر من هيك، راهي النسبه ماهيش بسيطه. النسبه نجم نقول لك توصل من البنات اللي عندهم هذا الزمان كومبليزون والا هالمطاطي والا هالرهيف هذايا توصل حتى 10 و20% اذا كان مش اكثر. معناها اذا كان اليوم نحطوا هذه مشكله، راهو اذا كان واحده في العشره من البنات اللي باش يعرسوا باش توقع لهم المشكله هذه. الطب الشرعي
وفقدان الباكره تمشي بالتقطيعه هذه لازمنا نحدوها. دونك هوني يكون واسع، تنجم تكون خلقي واسع، ما قال لك حتى حد ماهيش واسعه، هي ديجا عندها مشكله، كان ما جاتش واسعه ما تصير لهاش المشكله هذه وراه هبط عليها الدم. دونك الطبيب الاولاني هذايا اللي شافه يقول هي واسعه متفاهمين واسعه، ما قلتليش اللي مقطعه ولا لا. فهمتني الاشكال؟ دونك انا نشوف اللي عمل الطب الشرعي هو الصحيح. البنيه هذه انا با شانس عندها ايمان واسع، ايمان كومبليزون كي ما هبطلهاش الدم ووقعت في الاشكاليه هذه. فيني تقهر، قهرت من الظلم والجهل التاسيس، ما رحمني حد في الدم. حكموا لي هو معنا بختيه في بلاصه حابس 247 دينار. حكموا لي انا. حكموا له علاش 200 خطيه؟ في تقرير الطبيب الشرعي هذاك قدمت انا القضيه، ماني قلت لك بعثوا له المركز ما حبش يستعرف، عدوها القضيه. وحكموا لي انا ب 650 غرامه ماليه باش ناخذ. يلا ندرا هال 650 نقولوا 650 مليار باش ترد لي شرفي، باش ترد لي الاهانه اللي عشت فيها. ندرا هالصغير الجي انا صغير، انا حبل حمل انت حبلت من الليله الاولى باش ربي سبحانه. عبيد تبقى بالخمسه بالسته بالعشره سنين ما تجيبش صغار. انا 31 مارس وعشت علاقه جنسيه لي مرتين، حبلت منه. شنو هو مصوري في الدنيا؟ انا جيت بالحق، خليه يعرف هو الحقيقه. انا نحب نرد كرامتي، نحب نرد شرفي. انكم انا مستعده لكل شيء. لا يعني مقتنع يعني وياها مقتنع. يعني اللي طفله نظيفه عفيفه اللي شفتوني ليه اللي شفتوني هاني مقتنع بيه. اني مقتنع بيه. شنو هو اللي شفته؟ بالنسبه لي انا مقتنع اللي البنيه هذه نظيفه وشريفه. لا ما لقيتش، ما تهنيتش بها. انت خرجت لي العرس اي سامحني، اي خرجت لي العرس، هي خرجت لي العرس. عمر نعم. يفتح الستار نعم ام لا؟ لا. صباح على خير يا خير. لا لا. مثلا نولد في مثلا بالعمليه، على الاقل حتى ولدي نهار اخر كي باش يحكوا عليا، حتى كي نتعاد على طبيب شرعي يصدقني تبقى حالتي. شوف انا باش نفكر والله ما نحبش اني نجيب صغير انت تقول ونكبر نقول لك لحظه ونتعب في الاخر ينحرف يا عواطف اني بغلطه عواطف ما غلطتش. فما راهو ناس من الساده المشاهدين يمكن ما فهموش الحكايه، خليني نفهمهم الحكايه. انت ايش تقصد؟ انت تحب تولد بولاده قيصريه سيزاريان هكا ولا مش على خاطر لاسباب طبيه وما تنجمش تولد معناتها بطريقه عاديه؟ لا تفهم فيه. انت تحب تولد بطريقه قيصريه باش ما يتمسش غشاء البكاره ويقعد دليل براءتك موجود عندك فوق على نهار اخر. معناتها انت تحب تولد بعمليه قيصريه بدلال. هذا هو. فريق برنامج عندي ما نقول لك ما نساش عواطف، وتحولنا لمدينة القيروان ومعانا مفاجأة لها. أم عواطف نتشرف ولا لا؟ عواطف بسم الله عليك، مرحبا، لاباسة؟ شنو أحوالك؟ صحتك لاباسة؟ شنو أحوال البامبينو؟ تفضل. مرحبا. عايش. لاباس؟ شنو صار بعد ما تعديت الحلقة؟ كل واحد واش يحكي. قل. يعني قبلوا الوضع ولت فما حاجه خلقيه قبل ما همش قابلين. برشا عباد حالات كيما هكا استقنعوا قال رجعوا ربي قالوا صحيحه موجوده حاله خاصه الروبورتاج الطبيب اللي جبتوه صحيح. يعني اكتشف برشا حاجات برشا حاجات لا مشينا لطبيب قديم ولا مشينا لطبيب نعرفوه، مشينا لطبيب عادي هازين الوراق. برشا عباد استقنعت، برشا عباد قالوا على الاقل حتى كي تجي حاله كيما هكا ما عادش تظلم كيما الحاله نتاعي، ما عادش كيما قبل معنا ما نخرجش وكل شيء، وليت عادي نطلع نمشي وليت مرتاح. قبل خير من المده الاولى، خير من 9 شهور اللي عديت. الطبيب هذا ربي فضله سي صالح المرغلي تطوع باش يكمل معاك للاخر. اتصل بينا وقال لي انا قابل باش نعاون عواطف ونولدها من غير حتى فرنك. يرحم والدين والديه. فما حاجه اخرى باش نقولها لك، فما محامي تعاطف معاك زاد واتصل بينا سي حسن الغضباني
تكلمنا والدين والديك ووافق نجيبوا انه رب. يترفع عليك. نتمنى معناها ياخذ لي القضيه هذه يكملها للاخر بالحق وياخذ لي حقي يظهره لي بالحق. عواطف حاضره؟ حاضره باجاجك حاضر؟ موجودة، حاضر كل شيء حاضر. لا باش تمشي انت والوالده. هاي هنا امي هاي حاجه هكا عاطت لها بها ولا مش نصيبكم ولا مش هاي لا اي عاد شنو تو نحب زغروطه انا ما نحبش بكيف حاجه في الزغروطه. وتكفل دكتور صالح المرغلي ومصحة مقرين بحالة عواطف، وأبدوا استعدادهم إنهم يحققوا لها حلمها وأمنيتها في ولادة قيصرية. عسلامة. عسلامة دكتور. لاباس؟ نحمد لاباس. هاي تفضل. عسلامة تفضل. عسلامة. هذه عواطف؟ عسلامة عواطف. انت شارها بتحب تعمل العملية باش تخلي البكارة متاعك وتقعد واحد نعملوها لك، ما فما حتى اشكال، ما فما حتى خوف لا عليك انت لا على البيبي. حضرنا لك ليكيب كاملة من التكنيسيان حتى البيدياتر اللي باش يقبل البيبي هو كان تلقاه حاضر. تو نعملوها لك وتروح قدرة ربي كان فرحانة انت والبيبي. داكوردو 67. وي اهلا وسهلا عسلامة. صباح. اسمع بالله باش تجيكم توا مدام مزيان عواطف. هاي باش نشقوا لها غدوة ان شاء الله. تعمل لها RCF، تعطيوها تتعشى الليلة وتعطي لها ديزانجكسيون دو كورتيكويد و فوالا اوتون فوالا بروغرامي بور دوما. تكلم ليكيب كامل، حضروا لها البيدياتر والليكيب والناس الكل تبدا حاضرة. اوكي هاي ملا ادوما ان شاء الله. اوكي ناير عايش يعطيك السلامة. دونك هزها توا الكلينيك مقرين. اي بيان سور توا نتعديو الكلينيك. عسلامة. مرحبا. سافا ميلا. عسلامة. مرحبا. سي عبد الفتاح. مرحبا. انت ديريكتور نتاع الكلينيك. مرحبا بك. نتشرفوا. هذه الباسيونت تاعنا عواطف. مرحبا عواطف. لاباس؟ تعديت مليح؟ ان شاء الله مبروك عليك ان شاء الله. ان شاء الله مبروك عليك. احنا نشكركم باسمنا وباسم عواطف بالحق، خاطر اللي عملتوه مش شويه معناها، وميرسي ربي يخليكم. بالعكس احنا وجبنا باش نقوموا بالادوار الاجتماعيه. خايفه. مبروك. لاباس؟ بنحقق لكم اليوم اكبر فرحه في حياتي. ان شاء الله ديما فرحانه يا رب. شنو تعمل له تو؟ توا قاعدين نشوفوا في الكوردون l'examen systématique du nouveau-né pour voir est-ce que لاباس ولا مش لاباس، est-ce qu'il y a une malformation ولا لا. On voit l'adaptation, comment il s'adapte à la vie extra-utérine, est-ce qu'il est autonome ou elle est, est-ce que femme a des signes de détresse ou elle est. Voilà, c'est tout. Il a l'air de bien se supporter.
عالسلامة. ليس دي فلك بحذايا عاد ولا لا؟ هاي مبروك عليك. مبروك. تبارك الله. جيبونا تنطهروا لك. هاي انا عايش ان شاء الله تنتظر. مبروك عليك. توا ترجعوا عندكم بعد تهزولة كده في الشام. ذي أحمد. عسلامة. لله الحمد لله على خلاصك. لاباسة؟ سافا؟ صحتك لاباسة؟ عيا. هذايا بوكي دو فلور. ورود عبد الكريم بن صالح. جبناه لك اليوم. سافا صحتك؟ باهي. هذوما شوية حوايج جابوهم أهل الخير. هاكا جبناهم لك. تونس راهي مازالت الحمد لله يا رب. قول الحمد لله مازال الخير في الدنيا. عندي حاجة أخرى. فما راجل فاضل جانا حاب يوصلك الأمانة هذه. هو طلب اللي ماذا به ما نقولوش له هو شكون حاجة. أنا جوست باش نقول اسمه بعدين باش نشكرو سي خالد. عطاك الأمانة هذه. تفضل يا للا ربي يخليك. حالة عواطف خلت برشا مشاهدين اللي عندي ما نقولك يتعاطفوا معاها ويهديوا لها مستلزمات ولدها أحمد. فما شيء ما ترجع لها البسمة وأمل الحياة. عسلامة عسلامة. هيا شحويلي لاباسة؟ سافا شحويسة؟ ولو حمودي تبارك الله تبارك الله تبارك الله. توا تكمل تشد ريحتك وتفرهد. نكملوا الطريق تجي نمشيو للمحامي ساعتين غبالي الحمد لله ونكملوا الإجراءات معك إن شاء الله بالقدر. عايشك. أما توا عندي شوية قضايات ليك والأحمدوش جابوهم أهل الخير باش ندخلهم لك. هاي عواطف باهي. هذوما شوية قضيات من عند أهل الخير. هذايا كوشيت وفما من عند جمعية أمل لكل طفل. هذوما كرادن حليب بالعمر ملي هو تو حتىكش للي زيد يكبر. هاكا أقراهم كل شهرين 3 شهور. فما حقوق معينين تشربهم له داكوردو. هذوما الحليب من عند سيرياف. هذوما مدام حنان. هذه دبدوب صغيرون. دبدوب صغير ليه المعلم شيخ مش ليه بينا. هذايا بارك ولي حلو ركبولت نجم ترقدوا فيه نجم تحطوا يلعب فيه. هذا لوندو. هذوما زادا يركبوا يتحطوا في اللوندو من الداخل جست. هذوما هكا الحوايج فيهم من اللي هو تو بيبي اللي زاد يكبر. الكوش زادا كيف بالعمر. مازالت الرحمة في تونس ومازالت أهل الخير. مازالت أهل الخير. ما كنتش نتوقع أني باش نوصل للمستوى هذا وباش ترجع شخصيتي كما قبل وباش نرجع نحكي كما قبل وباش ترجع معنا فيه أمل في الحق. قبل أي 8 شهور ما وصلت لحد شيء. كي دخلت الشهر التاسع وصلت النتيجة وقت اللي جيت للبرنامج وتحلت برشا بيبان في وجهي. كنت قبل أي باب ندق مسكر في وجهي بالحق. كنت قبل يعني نقول باش نجيب الصغير هذا باش يتحكم في جرتي معنا ما فماش حتى مصير لي من كثر ما نقمت عليه العباد والصورة اللي شفتها في الدنيا ذي. والحمد لله يا رب ما كنتش نستخير روحي اني باش نوصل للمستوى ذي ونشوف فرحة في الدنيا بالحق. ان شاء الله ديما فرحانة يا رب. ان شاء الله ديما فرحانة. الحمد لله. الليلة في عندي ما نقولك باش نتفرجوا في 3 حكايات باش نتعرفوا على حكاية خالتي خميسة اللي الدنيا فرقت بينها وبين خوها توا 25 سنة. قعدت كان وياه في الدنيا. هو اللي قعدك هو. عندي حد. باهي خالتي خميسة صدق قلبي محروق عليه. ان شاء الله الليلة شوف حتى يريني ميت يحضرني. لكن قبلها باش نتفرجوا على حكاية معز اللي اكتشف انه ما يجيبش صغار رغم انه عنده 2 أولاد من طليقته ومقيدين باسمه.
عندي زولات تو. وانت ما تجيبش صغار؟ مادام مقيدين باسمي ولادي. لا مادام مقيدين باسمي ولادي. وانت ما تجيبش صغار؟ ما نجيبش صغار. وتوا باش نتبعوا حكاية رضا اللي بسبب العنف اللي مارس فيه على مرته هربت من الدار ورفضت باش ترجع له. حسي له من كلمه لكلمه تشنجت اعصابي، ما نكذبش عليك سي خالد. دزيتها ما ضربتيهاش مرتي، اما هي مازالت يعني مازال كي والد، مازالت كي ربعنت. دزيتها كي دزيتها ماك تعرف امراه مازالت كي والد الدم دزيتها طاحت. الحوار في وسط العائله، الحوار في وسط العائله هو الحل الامثل لحلان المشاكل بين الزوز أزواج. إذا كان يحل العنف محل الحوار النتيجة خلاف زوجي حاد. قياسنا حديث الليلة مباشرة في هذا السياق مع سي رضا. سي رضا، مرحبا بك. أهلا وسهلا سي رضا، مرحبا بك. تفضل. تفضل سي رضا، جاك شوية. مرحبا بك سي رضا في برنامج عندي مقولة. قداش عمرك سيدي؟ مواليد 77. منين جيتنا؟ من دور هيشر. من دور هيشر، حتى نتعرفوا على حكايتك أكثر مباشرة. نتشاهد معايا هذا التقرير. طب المشاكل بين الأزواج حاجة عادية، لكن كي توصل الأمور للعنف تتعكر العلاقة وتوصل لطريق مسدود. هذه حكاية رضا اللي عرس ببسمة وعاشوا مع بعضهم في دار بوه. رضا يقول إنه المشاكل كانت ديما توقع بينه وبين مرته اللي ما كانتش متفاهمة مع دارهم، الشيء اللي خلاه يوصل يضربها برشا مرات. حس رضا بغلطه كي هزت مرته وولادها وخرجت من الدار، وعرف وقتها إنه تصرفاته معها هي اللي وصلته للحالة هذه. والليلة جاء رضا لعندي بنقولك مستدعي مرته بسمة، يحب يطلب منها السماح وإنها تنحي فكرة طلاق من مخها ويرجعوا عائلة واحدة. مرحبا بك سي رضا. بك أكثر. أيوة سيدي، قداش عندك باللي عرست؟ أنا عرست 2008. 2008. نهار 12 أكتوبر 2008. كيفاش تعرفت على زوجتك؟ مرتي هذيا يعني أنا خدمت في قبل ناخذ نروح اختي تفكر يحيلوا فيه نخدم ونروح لها غادي. من بعد فهمني اختي كما نسيبتي هي حبيبتها وجد فهمني، قلت لها راهي يعني زوالي وكذا وما وليس كان لا يقكر نحبوا البلاد فهمني. من كلمه لكلمه. هذا عام وقتاش هذايا؟ ما نعرفش بالضبط ما نعرفش، اما يعني قبل. عرس بقداش؟ بعامين من 2006 تقريبا فهمني. من بعد يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. قعدتوا عامين مخطوبين معناتها؟ لا قبل الخطبه بقينا عام مع بعض. بقيتوا عام. هاي وفي العام الثاني عرسنا. عرستوا. اما هي يعني عرفتني بها اختي فهمتها كيف، ويعني كي شفتها الطفله عجبتني وكذا خذيتها يعني حبيتها خذيتها فهمني. مشي في الخطبه يعني مشيت انا وخويا الكبير ومرت خويا. بابا ما حبش يعني، وليت مشيت انا وخويا الكبير. عندي خويا اكبر مني. علاش بوك ما حب سمعني؟ يعني هو من الاول تعارض هو بويا. علاش؟ الحقيقه علاش؟ قال لي مازلت يعني ما كملتش الدار. متحفظ على عنده تحفظات على العلاج يعني ابني نكمل ولا عنده تحفظات عليه؟ لا هو ماذا بيه باش نعرس. وضعيتك الماديه ما تسمحش باش تعرس. لا مال عليها هي يعني هو يعني قال لي تكمل لما رمى مش توا وقته فهمتني. وهي الطفله يعني مقطع عام مصيبه، عندها زاد هي اهلها وعندها ماليها وعندها فاميليتها، زاد هي تخاف على روحها فهمت كيف. كي قالت لي كاين قلت لها راه تو نزيدهم مديده فهمني ونجيك من اهلك. انت مشيت للخطبه من غير؟ اي مشيت. اللي فهمته مشيت. خطبتها ومشيت تعدات الامور على ما يرام. الحمد لله الحمد لله يا رب. وفي العرس حضر بوك وامك؟ اكيد بابا مشي معي في الصديق. باهي نقولوا احنا الامور منظمه الحمد لله. باهي وقتاش بدات المشاكل رضا؟ العام الثاني نتاع العرس. كيفاش؟ 2010 نقولوا هكاك تلقى كيك. هكاك يعني كان عرست 2008 هكا وعويمين يجوا 2010 فهمني. لا اله الا الله محمد. اول مشكله صارت
يعني الخلاف ما بيني انا وزوجتي. شنو هي؟ الخلاف جات بحذايا اختها هذيا معرسه وتسكن في البحر الازرق، جات بحذايا يعني ضيفه، وانا نخدم يعني في رمضان نخدم مسحراتي، نفيق في العباد في السحور. بالطبال وبالمسحراتي. مسحراتي نخدم في العمران الاعلى. فهمني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. جات بحذايا يعني ام مرتي واختها ورجل اختها. انا ما في الليل نبدا ندور، فهمني؟ يعني في النهار ما نكذبش عليك سي علي، يعني نخدم في الليل وفي النهار نبدا قاعد، ما يعني ما نخدمش. علاش؟ لكوني ليله كامله نبات ندور، انا من حوم الحوم، فهمني؟ في النهار نرتاح، ما نخدم. ما انت تخدم بالليل وتعدي نهار. يرحم والدي، كي يبدا ما عنديش مصروف نمشي نطنوش نبيع النعناع ولا حاجه، فهمني؟ ونجيب من مصروف صغيرات والحمد لله ومستورين. به سيدي من جملتهم كي جات امها المراه، فهمني؟ انا ما نكذبش عليك ما عنديش فلوس، لكن يلزمني ندور في حالي، مادام جا ضيف يلزمني اكرام الضيف باللي نقدر عليه. هكا ولا لا اله الا الله محمد رسول الله. مشيت خذيت درت في حالي وخذيت من جملتهم خذيت سطلين هندي، فهمني؟ ودخلت للكوجينه باش نقشر كعبتي يعني الهندي كعبتين هندي. تلفتت نسيتي لي انا، قالت لي اخرج من الكوجينه. قلت لها علاش باش نخرج من الكوجينه؟ قالت لي اخرج من الكوجينه، هي صحيح الكوجينه ضويقه، فهمت؟ قالت لي اخرج من الكوجينه، فهمتني؟ انا عيطت لمرتي قلت لها تفرج امك، يعني علاش انا باش نخرج من الكوجينه؟ برا راني قشرت في الكوجينه، شنو هي المشكله؟ هاي قالت لي ليه اخرج من الكوجينه. عيطت وهي مرتي مازالت كي نفسها بآية بنتي الصغيره، فهمني؟ عيطت للمراه قلت لها تكلمي امك، يعني راهو انا قاعد نحضر في قهوه قريب يذل هذا راهو، يعني من باي يمكن مازال نص ساعه على شقل فتره. لا اله الا الله محمد رسول الله، فهمني؟ بديت نحارب في القهوه باش نعمل القهوه هذيك ومن بعد نعمل سيجار ومش نخرج يعني. ومعاها رجل يعني رجل بنتها الاخر جاب حذايا، فهمني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. من بعد اخويا زدت كلمت مرتي مره اخرى، قلت لها علاش يعني امك، فهمني؟ علاش امك تحكي هيك؟ قلت لي ليه انت ما تحبش دارنا وتكره دارنا؟ يا بنتي صلي على النبي. قلت لها علاش؟ هما شنو اللي عملوا لي؟ انا باش نكره دارك، فهمني؟ حسي له من كلمه لكلمه تشنجت اعصابي، ما نكذبش عليك سي علي. دزيتها ما ضربتيش مرتي، اما هي مازالت يعني مازال كي والد، مازالت كي ربعنت. دزيتها كي دزيتها ماك تعرف امراه مازالت كي والد، دم دزيتها طاحت. اي طاحت، وامها قاعده يعني في الركوع، يعني تصلي في المغرب، قصت على صلاه شدت من كرومتي، يعني كي شدتني من كرومتي والله لا نزيد عليها كان نفس، يا ربي راك شاهد على ما اقول، فهمني؟ دزيتها نسيبتي مرتي، زدت دزيتها. اي انا دزيتها نسيبتي بالعاني يعني باش يا اخي هي طاحت كيف؟ لا ما طاحتش، فهمني؟ هاو جايك الحديث، فهمني؟ وقت انا دزيت نسيبتي بدت نسيبتي تسمع في الكلام، بدت تسب فيا، فهمني؟ يعني تقول لي البعيده ماكش راجل كذا، يسمعها ابوي تغشش باب، قال لها كيفاش تقولي له يعني راجل تقولي له ماكش راجل، يعني ما يجيش اللفظ هذا، فهمني؟ قال لها ما دام انت قلت له ماكش راجل يعني حتى انت ماكش امراه، سامحني، فهمني؟ يعني ما برا امشي روح على روح. تغشت نسيبتي من الكلام اللي قالوا بابا، فهمني؟ بقات عامين تجي غاديك لداري ما تكلمهوش، فهمتني؟ من بعد يعني قعدت المده هذيك في الدار، فهمني؟ حتىش للعيد عطيتها وخذيت يعني عيد بنيتها، يعني خذيت لها كسوتها هي وكسوتها صغاري وعطيتها فلوس باش تمشي يعني تعيد في دار. ايش تعمل المراه؟ تحكي هذا بعد عامين صار ولا بعد شهر؟ اي بعد قداش؟ بعد عامين العرس. لا هذا صار في 2010 معناتها اللي تحكي فيه واضحه، فهمتك واضحه. لا اله الا الله محمد رسول الله. خذيت لها قلت لك كسوتها هي وكسوة صغيراتي وعطيتها فلوس وقلت لها بري لداركم، يعني مشيت على اساس عيد يعني مشيت تضيف. المراه رصت غذبان، كلمتها يا فلان ايش بك ما روحتيش؟ قالت لي ليه ما نروحش؟ علاش؟ قالت لي يا اخي انت نسيت شنو اللي عملت في امي؟ يا اخي ولد بونتويات هي، يعني اعطيتك باش تمشي تطلي على داركم وتعايدي كيما العباد الكل وتروحي لدارك. يا اخي سهل ما حبش تروح سي علي، فهمني؟ انا وقتها نخدم في يعني من 2010 ما روحتش لتو؟ لا روحت بعد قداش؟ بعد المده هذيك او جايك الحديث. لا ما هو باش ما تدخلش بعضها الحكايه تبدا واضحه وما تطولش برشا.
بعد 2010 بعد المشكله الكبيره اللي صارت بيناتكم ومشيت لدار امها وكل حكايات ودرا شنو، بعد قداش روحت وقتها؟ من بعد يمكن ليه ما طولتش المده هذيك، ما طولتش، رجعت الامور الى مجراها الطبيعي، رجعت العيون مجاريها الحمد لله. وبعد صارت مشكله واحده اخرى يا اخي، صارت مشكله هذه المشكله بعد قداش وقت؟ يمكن عام بعد عام. شنو هي المشكله اللي صارت؟ المشكله اللي صارت اللي كانت سبب في الخلاف 5 شهور هذوم. ايوه في ال5 شهور هذوم. في ال5 شهور هذوم يعني المشكله هذه يعني ما تجيش مشكله، اتفه منها ما فهميش. كيفاش؟ سيدي مشينا مع بعضنا نبيعوا في الفريب، راهي هي مضحيه معاي، شو مرتي مضحيه معاي ومهزه معاي وذن القفه وصابره ما نقولش ليه، وفما شويه عوايج في الدار فهمش، لكن نجموا نتجاوزوها. فهمني؟ راهي المراه اذا تحب تتهنى على روحها نجم نتجاوزوها، على خاطر ما هي ما تسميش مشكله. والمشكله تعاركنا عليها نهار لحد مشينا قلت لك للسوق ويعني بعت معاي وكذا، روحت تعب قالت لي مانيش باش نطيب العشاء، وقلت لها ميساج ما تطيبيش، مشيت درت في حالي ومشيت جبت العشاء وتعشينا والحمد لله يا ربي. فهمني؟ قالت لي راهو الجريري ارهاف. فهمني؟ يعني خذ الجرير. هي علاش تشويت على الاكواريوم والعصافر؟ كيفاش ناخذ اكواريوم ب 120 دينار وناخذ العصافر؟ من غاديك بدات المشكله. هي معناتها انت تقول معناتها انت تاخذ اكواريوم وعصافر وانت ما عندكش جريري في الدار؟ لا لا عندي. هي كيف يعني كيما نقولوا الاكواريوم والعصافر يعني يجوا في مرحله اخرى. فهمتني؟ تي معناتها نتاع لوكس. نتاع لوكس، خاطر اكواريوم وعصافر حاجه زايده. هي من حقها، مش من الاولويات. لا ايوه لا. معناتها هي تقول لك فما اولويات. جرايه خير لي من اكواريوم، انا جرايه خير لي من عصافر، ولا نعملوا حاجه لدارنا ولا حاجه اهم. لكن انا حبيت باش نداويها حاجه بحاجه. كي شفت انا تغشت وكذا يلزمني مش نطيب لها خاطرها. فهمت؟ عملت هكايا قالت لي رضا راه من الجراري راه مرهاف. عملت هكايا يعني ريت نحن نصبين لهنا والراجل قد من هنا وغادي. مشيت انا وياها خذينا زوز جراري ب 100,000 وهي معاي وروحنا بها. روحنا قلت لك وتعشينا والحمد لله يا ربي. قالت لي مانيش باش نطيب، قلت لها ماهيش مشكله وانا راني نعرف نطيب على فكره. فهمني؟ كل شيء نطيب. يا رضا وين المشكله يا رضا؟ المشكله اللي انا وياها يعني المشكله هذه هي يعني بقت يعني غايضتها كيفاش انا ناخذ الاكواريوم والواح برا نهار الاثنين يعني مرتاح انا ما نخدمش. قالت لي رضا برا امشي ريق الخيط تاع البارابول. طلعت فوق السطح وندق عليها الحيط نقول لها يعني طريقه للخيط خطفت ولا ما خطفتش؟ هكاك بالضبط. هكا بشويه من الاربع. تصور انت سي عالي من 9:15 لل4:15 وانا قاعد نفرع فك الخيط. وشيء تصويره ما خطفتش يا ولدي صدقني مخي وقف. خطفت؟ ما خطفتش. لا اله الا الله محمد رسول الله. من بعد في الاخر بالكل جينا باش نهبط السلالم يعني سيء الا ما كسرت له في الحيط ولا يقطوا برا ولا تقربل. خطفت هاي وتريقلت التصوير والحمد لله. يا سيدي قلت لها يا فلان اجي هبطي معايا السلو. قالت لي بيه ملي طلعت حصيل وكان ما طلعتش خير. وين طلع؟ فوق السطح. طلعت لك للسطح؟ اي طلعت للسطح باش تهبط معايا السلوم. السلو. علاش كي ما طلعتش خير؟ على خاطر غادي كسرت المشكله فوق السطح. عملت لك العمله. ضربتها فوق السطح. تعرف علاش ما؟ ضربتها فوق السطح؟ ضربتها. تعرف ما علاش ضربتها؟ ليه تعرف علاش ضربتها؟ على خاطر ملي طلعت بدات تعيط وانا متصور يعني انا ضربتها اعصابي متشنجه. ضربتها عنف معناتها. هي ضربتها ما ننكرش. ما انت اعطيتها طريحه فوق السطح؟ لا ما مش طريحه. لا ضربتها. شنو فهمني علاش مش طريحه؟ لا مش طريحه. شنو الفرق بين ضربتها وبين طريحه؟ التريحه فرق يعني بشر شد بشر فشخ وبتريحه. اي وضربتها شنو؟ ضربتها يعني جيست ضربتها ببنيه في راسها ما ننكرش. هو الفرق واضح راهو. لا عندك حق لغويا الفرق واضح جدا 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 جدا. خاطر فرق كبير بين طريحه بين بوني على راسها وبين
طريحه معناتها هي ضربتها. فما انا ما فرق. قول انكرتش. انت. ما انا ما انكرتش اللي انا ضربتها. عشان جت العصابيه ضربتها. باهي ومن بعد السهر هذا هو اللي صار. ومن بعد رجعت لدارهم. هي هز نهارتها يعني حكيت انا وياه حبيت باش نعمل المستحيل باش نرجح يعني باش نرجع العيون مجاريها. هي هزت خشمها على خاطر بتبيعها يا اخي ضربتها يعني بتبيعها ما تكلمنيش وما هيش باش تحكي معايا وحتى شيء. فهمتني؟ يعني عملت انا المستحيلات السبعه باش نحاول كيفاش باش نرضيها ما حبتش. اليوم غدوه هزت. قديش عندها من اللي مشات؟ عندها تحديدا عندها من قبل رمضان بجمعتين. قبل ما يجي رمضان هذايا بجمعتين يعني عديت رمضان وحدي، العيد الصغير وحدي، العيد الكبير وحدي، نمشي لهم نطلع عليهم نهزلهم بنسيب الكتب لبنياتي، لكن ما نقولكش كل جمعه ولا كل شهر وقت تتفرهد اموري نمشي نطلع على صغيراتي وكها. توا رضا انت معترف اللي انت ارتكبت غلطه كبيره في حق مرتك؟ اي في انك ضربتها. اي ضربتها وقدام ربي وقدام البشر. وهذيك المره الوحيده اللي ضربتها فيها ولا ضربتها برشا مرات يا رضا؟ لا بخلاف الدزه بخلاف الدزه. لا ضربتها صحيح لكن ما تمشيش. شو ما تمشيش؟ ما تمشيش لدارهم يعني نتلاكشوا بالكلام. معناتها مستانسه تاكل في الضرب وتسكت؟ لا 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 يعني هي اكثر مره ضربتها انا وبقيت تشد علي الغل المره هذيا. مره هذه هكا. لا مش حكايه اكثر مره. اما تهز يديك وتنطر وكف منا وبنيه من غادي وانت يصير لك ساعات. الحق هاني كلمتك والله اعطيتك بكل صراحه وكل تلقائيه. يعني بخلاف المرتين هذوكم تروشها ساعات. يعني حتى كي نختلفوا يعني مش دي حاجه خفيفه هكاك تروشها يعني عركه بابليه نقولوا نحن ونرجعوا لبعضنا. بابليه. انا لهنا وين نختلف معاك سي رضا. اراو حتى الترويشه اللي تحكي عليها اراو ما تجيش ما عندكش ومن حق حق نعرف، لكن هي اللي غالب راهو يسي عليها عندك الحق والله. هي تشنج لي عصبي تبدا تستفز بي. ما فما عقليه خايبه راسخه في اذهان برشا رجال خاصه برشا رجال لهنا في تونس. العقليه هذه تقول لك وانه اللي يضرب مرته حاجة عادية معناتها تخش عليه يضرب في ولده معناتها. لا ولا في بنته. يا اخي هي عبيد انا حاجة ما تجيش مش عبيد. حاجة ما تجيش بكل نعرف مقتنعة بها بانه حاجة ما تجيش هذه. نعرف اللي في عصرنا ذا راهو ما يجيش تضرب مرتك وتهز يديك على مرتك. الله غالب الله غالب الله غالب. وزيد هي تخدم معك وهزة وتبيع معك في الفريب وهزة حمل القفة معك. صحيح ما ننكرش حتى انا مانيش مخلي. وانت كيف تتعب؟ لا والله لا والله لا. هي منهم بريود جت في رمضان انا يعني سيء تعبت وليت نخدم ليل ونهار سيء تعبت. كي شافتني كيكا سخفت عليا مرتي بالرسمي يعني كي شافتني تعبت ريت كي نقعد هكا على البنك نروح نقول لها يا بسمه راني على الاخر يبدا راسي يرعش وحده تصور منيش من قله النوم سيء ما عادش يعني غذتها قالت لي في هذايا مش سبب يا رضا باش تدقها بطريحها. نعرف حصيلوا العلين. انت توا معترف بالخطا نتاعك وجاي اليوم البرنامج عندي ما نقول لك تحب تطلب السماح من مرتك وترجعها هكاك. يا خويا ان شاء الله الليله زوجتك تكون بحذانا في برنامج عندي ما نقول لك.